لأن عندما أردنا أن ننفتح على العالم الجديد والجامعة قلنا لأبنائنا روحوا تعلموا الطب والهندسة الفلاحية وكيفية نقل الناس بالقطار والطائرة، وخرجنا مجموعة كبيرة من شباب خدمي. هذا الشباب الخدمي لا علاقة له بالفكر أصلا، بينما المدرسة التي من شأنها أن تكون مغيري العالم هي مدرسة الفكر، هي العلوم الإنسانية التي هجرها الإسلاميون كما هجرها الكثير من الناس، ولذلك أصبحنا عاجزين على أن نفهم الحراك الاقتصادي والحراك الاجتماعي، لأننا لم ندرس لا علوم الاجتماع ولا علوم التربية ولا علوم السياسة ولا علوم الاتصال ولا علوم العمران البشري. وأقول إن الذين يتزعمون الآن في الساحة السياسية ومنهم داعش هم أولئك الذين ملوا من قيادات كان من المفروض أن تقود الشعوب نحو الأفضل. مشايخ يعتنون بنواقض الوضوء، وآخرون يجيرون لفائدة حكام ظلمة يطلبون منهم فتاوى فيفتون، والآخرون قابعون على ساحة الحياة يتحدثون عن الجن أنثى هو أو ذكر. من للشعوب إذا كان علماؤها يقبعون في وادي عبقر عند الجن، وإذا كان مثقفوها لا ينظرون إلى الواقع نظر المخالط له، وإنما نظر الذي يرقبه عن بعد حتى لا يطير شرره على لباسه فيحرقه، وإذا كان رجال الأعمال يستثمرون على حساب شعوبهم، من لهذه الشعوب حتى تشعر بأنها شعوب حية؟ ألم نكن نحن وكوريا الجنوبية في مرحلة واحدة في سنة 50؟ ما الذي يجعلهم يصبحون قوة ونحن باق ننظر إليهم، بل نقتني منتجاتهم بكل عزة واحترام وندفع أموالنا وعرق جبيننا ودماءنا إليهم، لأننا لم نجد من يحركنا ولم نجد من يفتح علينا باب فهم الواقع والحياة. أقول لأبنائي من الإسلاميين وأقول لكم أيها المثقفون يا صناع العقول، اصنعوا عقولا في أمة العرب. التقدم لا يأتي بكثرة أطباء وكثرة مهندسين، وإنما يأتي بمن يدرك كيفية التغيير. ونحن تركنا المجال مفتوحا أمام الداعشين. من هم الداعشيون؟ أنا كنت أرافع على الكثيرين منهم، كانوا يبيعون الخمر ويبيعون المخدرات. فوجئت بعد الثورة ببعضهم وأنا أراه بالطريق العام يلبس دشداشة طويلة تغطي حتى كعبيه ولحية طويلة غطت علي معالم وجهه، فلما اقتربت منه وأنا تفرست فيه قال يا السلامة روح امشي. قلت له أنت مش القرو؟ هذا الاسم اسم الملف، مش هذا الاسم الحركي في الإجرام. قلت له أنت مش القرو؟ قال يا عم الحاج راني تبت. هذا أصبح قيادة وانتقل من مدينة إلى مدينة أخرى، وأصبح هو الذي يؤسس الحراك التغييرية في العالم الإسلامي والعالم العربي، لأننا نحن تخلينا. هذا أحد الأسباب. اليوم الذي يحصل في تونس يفرض على الإسلاميين أن يكونوا عند هذا المستوى من الوعي والإدراك. لن تغيروا العالم بكتب فقه، تغيرون العالم بعقول واعية مدركة تتبنى القيم وتدرك أن القيم هي كرامة الإنسان.